تعالي بقى عشان الفيديو ده بجد هتطلعي منه بكام فكرة كده هتنفذيهم في حياتك وهيبهروكي جدا. تعالوا نبتدي مع بعض بأول فكرة معانا. كم مرة ازازة زيت بنفتحها وزيت يتدلق مننا كتير؟ الحل الصح ان احنا نجيب توث باك كده او خلة سنان ونخرمه، ده هيوفر في الزيت، ولو ناس بتظبط السعرات او دايت هيظبط لهم كمان السعرات بتاعتهم. الجزء ده من البوتاجاز بنفس خلة السنان هنستفاد بيها ان احنا ننظف الجزء اللي مش شايفينه. عايزه اقول لكم ان ساعات بلاقي فيه مكرونات واقعه، ساعات بلاقي فيه بلاوي، صدقوني يا جماعه. حاولوا دايما لو عندكم بوتاجاز بالذات بلت ان بالمنظر ده تمسكوا خلة سنان وتمشوها كده حوالين البوتاجاز علشان تشيلوا اي بواقي اكل. بالنسبة بقى للهاند بلندر وطريقة تنظيفها، الهاند بلندر لازم تتنضف بالشكل ده، لان غير كده في اجزاء هتنسوها في السلاح بتاع الهاند بلندر. مهم قوي تنضفوها زي ما شفتوا كده. الفكرة بقى اللي جاية دي لذيذة قوي بصراحة. عارفين الفلفل؟ بجد الفلفل طلع بيتقشر بمنتهى السهولة، مجرد بس ما نضغط الصباعين بتوعنا كده بتنزل البذر كله لوحده تحت، وتقدر نفكه ونقشره بكل سهولة. بصوا بقى التركاية دي هتشكروني عليها جدا. لو انتوا بتستخدموا مسحوق الغسيل الجل، حاولوا ان انتوا تجيبوا معطر فريدة اللي هو بتاع بريحة النظافة وكلوركس جل، وحطوا عليهم مقدار نص الغطا بتاع التايت، وهتشوفوا ريحة ونظافة ما شفتهاش بعد كده، هتدعولي عليها بجد. مين فيكم بقى كان يعرف ان علبة المناديل اللي احنا بنجيبها بتتفتح كده، ان احنا بنخبط عليها من الجنبين وتتفتح بالشكل ده؟ بجد لعبة حلوة قوي، جربوها تعجبكم. اسهل طريقه بقى لو جبتي عنقود العنب وولادك ما بيحبوش ياكلوا غير وهو متفرط كده، تقعدي تفرطي عنبيه عنبيه، لا هاتيه فوطه واعمليه بالشكل ده وهتلاقيه يتفرط منك بكل سهوله. لو انت بقى في مكان بره وقرفانه ان انت تحطي الفرشه على الحوض بتاعك، الفكره دي هتبقى حلوه جدا وعمليه. تعالي بقى اقولك ازاي تبهري الضيوف بخطوه بسيطه جدا. عارفين الوان الطعام اللي موجوده؟ لو انت جبتيها سعرها ما بيبقاش غالي، اعتقد ان بتبقى الصغيره دي ب 15 جنيه وبتقعد معاكي فتره طويله جدا. بنبتدي نحطها في قوالب التلج ونملى التلج بتاعنا كاننا هنعمل مكعبات تلج عاديه. عايزه اقول لكم الفكره دي كل مره اعملها الضيوف بينبهروا وبيحسوا ان انا عملت انجاز مع انها حاجه تافهه جدا. ممكن بقى تلوني يعني تحطي لونين على بعض يطلعوا لك لون، واللعبي بقى براحتك. بصي الجمال، هيبقى شيك قوي وشكلهم حلو جدا كتلج ملون كده. تعالي بقى اقولك، لو ما عندكيش مفرمه للحمه وما عندكيش لحمه مفرومه، هاتي اللحمه بس وهي نص تجميده، مش مجمده قوي ومش طريه قوي، وابشريها بالمبشره هتطلع لك لحمه مفرومه تقدري تستخدميها عادي جدا. البيض بقى وتقشيره وقرفه. بصوا بقى احسن طريقه تقشري بيها البيض هي على منديل، بتحطي ايدك كده عليه وتعمليه تدحرجيه كده رايح جاي، وتشيلي المنديل بالقشر. مش هياخد منك مجهود ومش هيبهدلك الدنيا حواليه، ومنتهى النظافه ولا اي حاجه خالص. عارفين بقى الرغوه اللي بتتعمل كده مع المكرونه او البيض وتنزل على البوتاجاز؟ لا، بنقطه زيت كده بس مشيها هتلاقيها اختفت بكل سهوله زي ما انتم شايفين. عشان تحافظي بقى على الخضره، تعالي اقولك على الطريقه اللي انا شفتها وجربتها وعجبتني جدا. ورقه فويل عليها اي ورق مناديل مطبخ ولفيهم وحطيهم في درج التلاجة، هيقعدوا معاكي فتره طويله قوي. ازايز المايه يا جماعه طبقيها دايما بالشكل ده عشان تمنعي ان حد ياخدها ويستخدمها تاني، وكمان ما تاخدش مساحه في الباسكت عندك على الفاضي. مهم قوي بقى نفس الفكره بتاعت البيض هنعملها برضو. لو عندك المكرونه والريم بتاعها كده ابتدى يطلع، لا بنبتدي نمشي منديل بزيت كده هيختفي بكل سهوله. انهي فكره عجبتك؟ ومتنسيش اللايك والشير والسبسكرايب